السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل معاكم مخلل الفلفل كده الحامي القمر اللي انتوا شايفينه. وما يحلاش بقى الفلفل ده غير بطبق فول كده جنبه وحته جبنه فلاحي من اللي احنا عاملينها معاكم على القناه. وهسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. بجد وصفه تفتح النفس. وكمان هقول لكم ازاي تتجنبوا الطبقه البيضاء اللي هي الريم بتظهر على المخللات. ومش بس كده، وكمان هقول لك كمان ازاي انك تخلي الفلفل معاكي يبقى ناشف وحلو بعد التخليل. تعالي كل ده هنشوفه في الفيديو. دلوقتي اهم حاجه، دلوقتي انا جبت الفلفل بتاعي، جبت الكميه دي كيلو ونص حسب الكميه اللي انت هتجيبيها بنفس الطريقه. وبعد كده رحت مختاريه الفلفل، بتجسي الفلفل هتاخديه للتخليل. اهم حاجه الفلفله تبقى جامده، انا كنت بدوس لك عليها بقول لك جامده، لازم تبقى جامده. طب لو جبتها طريه مش هتنفع معاكي للتخليل، هتلاقيها بتبشن كده وهتلاقي ايه بتبص، وطريه مش هتنفع خالص للتخليل. يبقى احنا كده اتفقنا نجيب الفلفل بتاعنا الجامد. ولازم لما نجيبه بعد كده يا جماعه نروح بعد كده نغسله كويس ونصفيه حلو من الميه. بعد ما نغسله كويس ونصفيه من الميه كده، نروح بعد كده ايه فاتحين له كده اهوت فتحه زي الثقب كده، ولازم نفتح له فتحه عشان لما نيجي نخلله كده يبقى متهيأ معانا، يعني الملح داخل جواه. شايفه بجسلك الفلفل الناشف بتاعي ازاي؟ اهم حاجه يكون الفلفل ناشف وانا باكد. تمام. تمام. وبعد كده ايه، تروحي بعد كده فاتحه كل الكميه اللي انت شايفاها ديت. وبعد كده نروح جايبين البرطمان بتاعنا مشطفينه تشطيفه حلوه كده اهوت، عادي ميه من حنفيه عادي، مش لازم ميه مغليه. بس اهم حاجه يعني نشطف البرطمان عادي ميه عادي ونسيبه كده نصفيه. واهم انا بقول لك الفلفل اهو انا فتحته اهو، لازم افتحه من هنا، مش تفتحيه كله ولا تفتحي الثقب بتاعه، لازم تفتحي الثقب مش تحطيه كده. وتغلي له ميه، تغلي له ميه وتسيبها تبرد خالص. تمام. بعد كده انا بقول لك بقى جبت بقى ايه، قرن فلفل رومي بارد وقرن فلفل ايه حامي احمر، فرمتهم مع بعض. طبعا بقول لك الفلفل الرومي ده ينفع برضو تخلليه لو انت عايزه تخلليه، اللي هو الفلفل الرومي اللي انت شايفاه ده الاخضر. تمام. دلوقتي هنعمل بقى ايه التمليحه بتاعته او المحلول الملح بتاعه. عباره عن لتر ميه كده انا غلياها ومبرداها، وبقول لك كل كوبايه ميه من كوبايه المج دي عليها معلقه هرميه من الملح. هتاخد كام معلقه؟ اللتر ميه هياخد 5 معالق ملح هرميين كبار. تمام يا جماعه، عشان الملح بتاعك لما يكون مظبوط ما يهريش معاكي المخلل. خلي بالك اللي بيهري المخلل لما يكون الملح قليل معاكي. تمام. طبعا بقول لك المج دوت او الكوبايه دي معياريه مكتوب عليها لتر. انت عايزه تعرفي كمان اللتر ازاي؟ من شفشق الخلاط مكتوب برضو عليه اللتر. تمام. وبقول لك للكوبايه، لو انت هتعاير بالكوبايه كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح هرميه كبيره، يبقى ده خد 5 معالق ملح. هتعرفيها ازاي الميه ديت انها كده مظبوطه؟ بتغسلي البيضه دي كويس، وبعد ما بتغسليها بتحط البيضايه كده في الميه المحلول الملحي ده، لو لقيتيها نزل تحت كده في ارضيه الايه الشفشق ده يبقى كده محتاجه ملح. طب لو طلعت لفوق البيضايه تبقى تعرفي الملح ده مظبوط. تمام. تمام. دلوقتي بقى ركنت بقى الشفشق بتاعي كده، وقلت ما اجيب البرطمان بتاعي اللي انا غسلته ومنشفاه ميه عادي، وابتديت ارص الفلفل بتاعه وعماله اضغط لك على الفلفل. تاكدي لو جبتيه طري هيبشن معاكي في التخليل ومش هيبقى حلو. تمام. دلوقتي انا بضغط عليه، والفلفل الحامي اهو بقول لك شايفه، عشان لما يجي تخلليه وتيجي تاكليه تقرشيه. الفلفل حلاوته في التخليل القرشه بتاعته ويديكي طعم، فاهمه؟ تمام. زي ما انت، وعايزه اقول لك هو في التخليل ما تسمعيش كلام حد يقول لك بعد 5 ايام لونه هيتغير وتبتدي تاكلي منه، لا ده عايز 15 يوم في المحلول الملحي والخلطه اللي احنا هنعملها له. تمام. دلوقتي انا حطيت القرنين الفلفل، هو القرن الفلفل الاحمر اللي هو الرومي اللي هو المسكر، وقرن فلفل حامي، ده حسب رغبتك. تمام. ورحت فرمهم كده فرم عادي، ما حطيتش عليهم اي حاجه. تمام. بعد كده يا جماعه رحت بقى جايبه ايه فصين توم سلام كده حطيتهم، وهحط كمان على كل لتر ميه ربع ايه كوبايه من ايه الخل، ربع كوبايه يعني في حدود كده اهوت يا جماعه 50 جرام من الخل على كل لتر من ايه الميه. تمام. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. واحط معلقه صغيره من الكمون. تمام. اه زي ما انا قلت لك حطيت معلقه صغيره من الكمون، وحطيت ايه الملح. بقول لك انا هعمل ميه تاني، عايزه تحطي كزبره ناشفه حطي، بس انا بستكفي معلقه صغيره من الكمون. تمام. انا جبت ميه تاني ما استكفاش، انا حطيت لتر، قلت احط تاني لتر تاني، وحطيت له كمان ايه نص كوبايه ملح. بقول لك يعني ايه الملح ده نص كوبايه ملح، يعني الملح ده مقداره قد ايه؟ 125 جرام من الملح نص كوبايه، وحطينا له تاني ربع كوبايه من الخل ومعلقه صغيره من الايه الكمون. تمام. بقول لك لو عايزه تحطي الكزبره دي حطها، بس انا كده بستكفي. تمام. قلبتهم مع بعض ان ان البرطمان ده خد معايا 2 لتر من الميه المغليه ومتبرده، وبكرر لازم تبرديها. طب ليه؟ عشان مش تعمل لك طبقه ريم. واهم حاجه دلوقتي انا كده قلبت كده واخد معايا 2 لتر، وحطيت المحلول الملح كله وبكمون وملح وخل. وعلى كل لتر يا جماعه كل ما تزودي الميه هتزودي الخل، يعني حطيت لتر خل حطيت اللتر ميه، اسفه حطيت اللتر ميه. هتشوفي بقول لك الكوبايه مكتوب عليها المعيار 100 200 مكتوب عليها المعيار او شفشق الخلاط. تمام. يبقى لتر ميه خد معانا ربع كوبايه خل وايه
ونص كوبايه ملح وفصين توم. في التوم ليه حلو كده، بيخلي النكهه ايه للمخلل بتاعك. تمام. عايزه اكبس الفلفل ده، هكبسه بايه؟ لو عندك غطا وريتهولك تكبسي بيه يكون بلاستيك كده، او عندك خله خشب، قسمت الخله ورحت ايه حطاها في البرطمان زي ما انت شايفاها، عشان كل ست بيت افرض ما عندهاش غطا، فحطيت عصايه خله خشب اي حاجه بس تكون جامده كده تكسريها وتروحي منزليها كده. شايفه بقول لك غطاسه الفلفل، اهم حاجه تغطسي لي الفلفل، انا مش عايزاه يقب لفوق، لو قب لفوق هيعمل طبقه عفون، وعايزه اكتم له الهواء خالص. الهواء لو دخل خلي بالك هيعمل معاه طبقه عفونه، وانا قافله عليه كده بورق فويل. ورق فويل ما فيهوش اي حاجه، ان انا عندي الغطا ده بينفس يا جماعه، فغطيت عليه بورق فويل. وعايزه اقول لك كمان ان انا رحت كمان غطيته تاني بكيس. تمام. قعدته هنا في التخليل 15 يوم. خلي بالك البرطمان اللي انت شايفاه اللي هناك ده انا لسه ما كنتش فتحت عليه، بعد كده فتحت عليه وشايفه بقى الليمون المخزق. اقول لك انه بيجرش جرش. ما تنسيش تعملنا لايك. انا خلصت الفيديو. السلام